درجات الحرارة 40 درجة مئوية في وقت تواجه فيه البلاد شطر التعرض لحرائق الصيف مثل ما عانت من ذلك في السنوات الأخيرة بسبب الرياح القوية والجفاف ودرجات الحرارة. يؤكد علماء المناخ أن تغير المناخ الناتج عن النشاط البشري هو الذي يقف وراء درجات الحر التي تشهدها دول المتوسط، فقد ارتفعت حرارة الصيف الأوروبي بمقدار درجتين مئويتين في العقود الثلاثة الأخيرة. وللمزيد حول الارتفاع الحاد في درجات حرارة عدد من بلدان حوض المتوسط نتابع توضيحات الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية الأستاذ زين العابدين الحسين. لم نعد نتحدث عن تغيرات، وإنما نتحدث عن اختلالات مناخية حادة أفرزت هذه الظواهر التي يعيشها غرب المتوسط كما تعيشها بلادنا، بالرجوع إلى تقرير الإدارة الوطنية للأرصاد الجوية المنشور مؤخرا، وكذلك التقارير الصادرة عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، نجد على أن هذه المنطقة وهي جزء من يعني المناخ العالمي ككل الذي يعاني من هذه الظاهرة، تصل فيها نسب الانحراف عن المعدلات الطبيعية قدرا مرتفع. فإذا كان المعدل العالمي هو 0.67، فهذه المنطقة تعرف 1.49 درجة من الزيادة يعني المسجلة في المعدلات الدولية. وهذه الظاهرة بطبيعة الحال كانت متوقعة وتبقى متوقعة طالما على أن المجتمع البشري، المجتمع العالمي بالخصوص، لم يستطع أن يضع الحد للاحترار المناخي الذي يعرفه كوكب الأرض، أو الزيادة في نسب الاحترار، لأنه في يعني لفي دو سير أو يعني هذه الظاهرة التي تعرفها الكرة الأرضية طالما أنها في معدلات معينة هي شيء عادي، ولكن تجاوزت المعدلات الممكنة لتصبح بطبيعة الحال مصدرا لخطر داهم يتجلى في ارتفاع درجة حرارة الأرض أكثر من المعدل. وفي الخبر الفني، صنع المايسترو أمين بوتشار الحدث ضمن الدورة 20 لمهرجان الموازين